واضح ان مس سماح مدرسة الفلسفة اللي هي سماح صبحي محتاجة ان هي تتحاسب، لان هي كل شوية تطلع تعمل حركات سامجة وتصورها وتنشرها، ولما الناس تهاجمها ترجع تعتذر. يعني مثلا قبل كده كانت بتعامل الطلبة بشكل وحش، ولما الناس هاجمتها طلعت اعتذرت وقالت انا ما كانش قصدي، انا بهزر، دول زي ولادي. وكمان في مرة الطلبة الزملكاوية اتقالت عليهم ان هم بوابين، وبرضه لما اتهاجمت طلعت اعتذرت. دلوقتي بقى بتعمل حاجة حلوة قوي، وطلعت في فيديو بتقول ايه؟ ان كل الرجالة اندال. الرجال ايه؟ كل الرجال وبرضه هتطلع بعد ما الناس تهاجمها تعتذر. الست دي واضح ان هي بتعتمد على الدعايه الرخيصه، اللي هي كل لما محدش يبقى فاكرها تقوم مطلعه فيديو يعمل خناقه عشان تعمل ريتش وترجع للاضواء عشان الناس تتكلم عليها. وانا هنا مش بقول تتحاسب يعني ان هي تتحبس عشان اللي هي بتقوله، لا، انا بقول ان هي بتعلم العيال بطريقه بصراحه يعني مقرفه، ولازم تتمنع من ان هي تتواصل مع الطلبه، لان مش ممكن نطلع عيال سرسجيه بسبب ان المدرسه بتاعتهم بتتعامل بالطريقه الرخيصه دي، وان هي فاكره نفسها قاعده في شادر سمك. المصيبه كمان ان الاخت سماح يعني ما سكتتش مثلا ان هي تقول كل الرجاله اندال، لا ده كمان بقت توصفهم بالاسم، يعني واحد واحد، مره تقول احمد، مره تقول محمد، مره تقول مش عارفه واحمد راجل يبقى حكم احمد ومحمد وعلي ومصطفى وشريف ومحمود وعلاء كلهم اندال. وما شاء الله عليها يعني واخده الموضوع ان هو هزار وتهريج، وفي ناس يعني المريدين بتوعها يقول لك دي كويسه، لا ده ما تقصدش، ده بتعرفه ولما نيجي نكلمه بنفس اسلوبها يشتموا. يعني انا مثلا واحد كان بيقول ده هي في سياق الشرح جابت الكلمه دي، وكان هو اسمه محمد يعني، فقلت له تمام، يعني انت محمد من الاندال اللي هي ذكرت اسمهم. طبعا ما قدرش يتحمل وراح شتمني. طب ما انا كلمتك يا ابني بنفس اسلوبها، تشتمني ليه؟ يبقى انت كده المعايير يا مختلطه، يا اما انتوا شويه لجان مأجوره عشان تروجوا للاخت اللي المفروض ان هي تتحاسب. بصراحه انا شخصيا يعني مشكلتي ان هي مع السنتر واضح ان هو بيبقى ما شاء الله على اخره، واهالي دافعه فلوس كتير عشان ولادهم المفروض يتعلموا ويستفيدوا، تقوم الهانم بدل ما تعلم وتركز على العلم، لا، واخده التعليم ستار، شتمت الرجاله في مره، شتمت الزمالك مره، التريقه على العيال مره، تمام، لا وبتذكر كمان بالاسم، وناسيه ان هي بتتكلم قدام بنات وشباب اكبر واحد فيهم ما يعديش 16 17 سنه، يعني لسه دماغهم بتتشكل. فلما يلاقوا دي القدوه ويسمعوا منها طبعا منتظرين يطلع جيل شكله هيبقى جيل طبعا رجاله او بنات كله مشوه وناقم على بعضه، وشباب بيتهموا البنات بالتسيب، وبنات بتتهم الشباب بالنداله. كمان المصيبه ان الهانم طلعت لما شتمت قلنا جمهور الزمالك وقالت عنهم بوابين، ولما اتهاجمت اعتذرت. يعني هي واضح ان هي من الجماعه اللي بيحبوا يركبوا الترند، وبتعتذر تقول اصل شعبنا طيب وغلبان. وطبعا ما هي كمان لما ما لقيتش محاسبه اتمادت في السماجه والتطاول. فانا شخصيا بطلب ان الاخت دي بصراحه تتحول للتحقيق عشان الناس تعرف الميزه او السبب في اسلوبها الرخيص ده اللي هو موجود في التعليم. ولازم الوزاره كمان يعني تتخذ معاها اجراء رادع عشان هي او غيرها ما يفكروش يعملوا حاجه زي الاساليب الرخيصه اللي انتوا شفتوها دي. وفي المقابل طبعا اتمنى كمان الاهتمام بجد بالمعلمين اللي في المدارس وحل مشاكلهم عشان يخرجوا لنا جيل واعي فاهم، بدل السناتر اللي بقت للاسف بتخرج جيل مشوه لا متعلم ولا متدين وعلى الله حكايته. تمام؟ فخلاص، لو الفيديو عجبك يعني ابعت وشير واكتب لي في الكومنت ايه اللي عجبك فيه، ولو ما عجبكش اكتب ايه اللي ما عجبكش عشان نصلحه في المرة الجاية، واشوفكم على خير. سلام.